السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة عايزين نقول البقاء والدوام لله في الكابتن إيهاب جلال. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وكل أحبابه. الزمالك النهاردة طبعا عودة نادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية أمام البوليس الكيني أو الشرطة الكينية ولا معرفش اسمهم ايه. طبعا هدف عبد الله السعيد من صناعة يعني زيزو عملها له عرضية. عبد الله السعيد لمسة واحدة، يعني شوطة ولا أحلى ولا أروع من كده. عبد الله السعيد نجم كبير جدا، يعني كل ما بيكبر كل ما بيحلو اكتر واكتر. عبد الله السعيد اضافه قويه جدا لنادي الزمالك. انا كنت في الاول كنت بقول لا ده لعيب كبير، لعيب مشطب، احنا جايبين لعيب مشطب نعمل بيه إيه؟ لا، عبد الله السعيد اضافه كبيره جدا جدا لنادي الزمالك، وافضل من يعني افضل من لعيبه كتيره كان ممكن نادي الزمالك يجيبها وطبعا وتمشي بدون اي فايده. عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، محمد شحاتة، الصفقات اللي كانت مؤثرة معانا، يعني اللي جت ودعمت فرقة نادي الزمالك في يناير اللي فات، يعني وعملت اضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك، وقدرنا نحصل على الكونفدرالية طبعا بهدف احمد حمدي. اللي ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه لينا تاني بالسلامة بإذن الله تعالى. طبعا كل جماهير الزمالك الاسبوع اللي فات وانا قاعد متابع الدنيا كله بيتكلم عن صفقة بوبنزا، والصفقة اللي كنا خلاص عمالين نقول جاية في الطيارة جاية في الطيارة. كل جماهير الزمالك يعني خلاص قال لك، كله قال لك خلاص الصفقة جاية، ده هيركب الطيارة وهيجي خلاص، ده جاي يوم التلات، ده جاي يوم الحد. في الاخر لقينا بوبنزا اختفى. وطبعا ظهر تاني الأخ أبو بنسا بعد إغلاق القيد بتاع السوبر الأفريقي اللي هو كان يوم 12 يوم الخميس، وإن هو خلاص بيخلص في رومانيا ورايح رومانيا و... وطز في نادي الزمالك، والعقد اللي أنا مضيته في نادي الزمالك والبطاقة الدولية اللي في نادي الزمالك كل ده طز. ليه؟ بسبب رسالة جات له على الموبايل من اللهو الخفي. مين هو بقى اللهو الخفي؟ محدش عارف لغاية دلوقتي. ان جاله رسالة على الموبايل ما تروحش نادي الزمالك، نادي الزمالك فيه صم قاتل. نداء الى الاخ بومنزا، لا تذهب الى نادي الزمالك، نادي الزمالك فيه صم قاتل. مين ابن الحلال؟ ابن الحلال المصفي اللي عمل كده محدش عارف. ايام المستشار مرتضى منصور كان يطلع يتهم الاستاذ ممدوح عباس بخراب نادي الزمالك، وان هو ورا كل فشل صفقة مهمة جاية نادي الزمالك، وان هو بيحرض اللعيبة ان هي ما تجيش نادي الزمالك. طيب دلوقتي الاستاذ حسين لبيب، كابتن حسين لبيب هو رئيس نادي الزمالك، والاستاذ ممدوح عباس هو بيدعم نادي الزمالك دلوقتي في وجود الكابتن حسين لبيب بشكل كبير جدا. وهو كل تقريبا اللي حصل الفترة اللي فاتت لنادي الزمالك من فك القيد وبيساهم برضو، يعني ساعد بشكل كبير في لنادي الزمالك فك القيد. التعاقد مع صفقات محمود بنطايق، عمر فرج، سيدي نضاي، كوارناند بشلاك اللي هو اخر صفقة جت نادي الزمالك، محمد حمدي من انبي. للصفقة اللي كل جماهير الزمالك شايفة ان هو خازوق كبير خدناه بعد خازوق طبعا زياد كمال. وانا مش عارف الصراحة هو البنود اللي بيتفق نادي يعني هو امي بيدينا على قفانا ولا ايه؟ نفسي افهم. في الاخر اعارة سنة، اعارة سنة، وكل هدف هيجيبه محمد حمدي ولا كل مش عارف ايه هياخد معرفش كام. محدش فاهم حاجة. اهم حاجة اللعيبة دي بقى تثبت نفسها، مش تكون جاية بالاونطة وخلاص. يعني عايزين بقى نشوف محمد حمدي بقى كل ما يشارك كل ما يرفع رفع كل ما هيجيب جون. عايزين نشوف بقى لما يعني ها كده ان شاء الله عودة احمد، يعني ربنا يعني يرجع فتوح بالسلامة لينا تاني مع محمود بنطايق مع محمد حمدي. عبد الشافي لسه مش عارفين مصيره هيبقى ايه. طبعا انا يعني كله بيقول خلاص هو هيعتزل لان هو ما تأيدش اصلا.
بس هو موجود في نادي الزمالك بيشارك في التدريبات وكل يعني لسه مش عارفين يعني. بس هو الأقرب إن هو خلاص يعني هيعتزل خلاص. طبعا مين بقى ورا صفقة فشل بوبنزا، وإن هو جاي نادي الزمالك وخلاص ماضي في نادي الزمالك، وطبعا هياخد فلوس في نادي الزمالك ما مش هياخدها في النادي اللي هو رايح له دلوقتي، يعني هياخد 800 ألف 900 ألف في مليون. ف فريد يروح ياخد 300 ألف في رومانيا ليه؟ لأن نادي الزمالك فيه صم قاتل. والصفقة طبعا أول ما الزمالك أعلن عن اللاعب وشفنا فيديوهات للاعب والدنيا باظت، والقيامة زي ما تكون قامت. ليه؟ ما ينفعش اللاعب ده يجي نادي الزمالك. طب احنا لسه جبناه، احنا عارفين هينجح معانا ولا لأ؟ لا. ما ينفعش يجي نادي الزمالك. فعلى طول بوبنزا بعد القيد الأفريقي بالظبط طار على رومانيا. طار على رومانيا. ونادي الزمالك اشربوا الورق وبلوه. الورق اللي ممضي عليه ده والبطاقة الدولية ده بلوه واشربوا ميتها. طبعا الصفقة يعني أي صفقة مهمة جاية نادي الزمالك وعليها ضجة وعليها حوارات بتلاقيها بتفشل على طول. بتفشل. ولاد الحلال كتير. ولاد الحلال كتير. واللي بيحبوا نادي الزمالك كتير قوي وبيحبوا له الخير قوي عشان تعرفوا المعاناة اللي احنا فيها سواء من أبناء النادي أو بره النادي، وكلها متشابكة مع بعضيها وكلها متعاونة مع بعضيها. باظت الصفقة بتاع بوبنزا واللاعب ما جاش واللاعب راح رومانيا. جماهير الزمالك خلاص ما جاش يغور في داهية. الله أعلم كان يجي كان هيعمل إيه، كان يعمل مشاكل في الفرقة ولا آه غار في داهية ما جاش. يعني الحمد لله ان هو ما جاش، ممكن كان يجي بنصيبة يعمل لنا نصيبة. هو لاعب مهم ولاعب كان ممكن يعني يعني هيفرق معانا بشكل كبير جدا من اللي احنا شفناه في الفيديوهات ده وانه لاعب يعني بسم الله ما شاء الله عليه. بس خلاص هنعمل ايه؟ واحد ابن حلال مصفي طياره من نادي الزمالك، قال له ما تجيش نادي الزمالك. الزمالك فيه صب قاتل، في خازوق قاتل، في وقف قيد، في لعيبه ما بتاخدش فلوس، في مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه. خلاص اللعيب طار منه. بن شرقي خلاص كان جاي نادي الزمالك وخلاص كل حاجه خلصانه، فجاه حلو في عيون ريان القطري. قاموا جايبينه تعالى يا بن شرقي. لا يا حبيبي تعالى، رايح فين؟ تعالى انت رايح الزمالك؟ لا ما تروحش يا حبيبي الزمالك. تعالى 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 اقعد معانا. تعالى تعالى. ما هو هتروح نادي الزمالك ما ينفعش. يعني اي صفقة مهمة نادي الزمالك بيفكر فيها او هيجيبها بتطير. مين بقى اللي ورا الكلام ده؟ الله اعلم. اللهو الخفي. مين هو اللهو الخفي؟ كتير. ولاد الحرام كتير. يعني ولاد الحرام كتير. كريم البرقاوي خلاص كان جاي برضو. لا ده انا ابويا تعبان، ده انا قاعد جنب ابويا، ده انا. والرائد خلاص كان قال له بس يعني خلاص يعني عادك انتهى مع السلامة بقى. لا ازاي؟ تعالى يا بركاوي حبيبي تعالى. رجع تاني، رجع للرائد تاني. فهو ده قدرنا. هو ده قرار. محدش عايزك تقف على رجليك وان انت الفكرة يعني فكرة ان انت تنافسهم، بس ان انت تقوي فرقتك عشان تنافس دي يعني دي مش عايزينها. دي مش عايزينها سواء من عندك يعني. كلهم خدامين في الاول وفي الاخر لمين؟ الله اعلم. بيسمعوا كلام مين؟ ما بيحبوش نادي الزمالك. كل واحد من نفس من التاني. لا انا مشيت، لا ده انا ايه، ده انا اخرب نادي الزمالك. مفيش ناس متعاونة مع بعض عشان خاطر مصلحة الفريق. يولع الجمهور مش مشكلة عادي. اهم حاجة ده ما ينتصرش ما يعملش لا يعني ما ينجحش. انا مش عايز ده ينجح. ازاي ينجح وانا افشل؟ الله اعلم مين ورا فشل صفقة بوبنزا وقبلها بن شرقي وقبلها ببركاوي. والنبي يا مجلس ادارة نادي الزمالك اطلب منكم طلب،
يعني انتوا يعني انا مش فاهم الصفقات يعني اللي نادي الزمالك بيفكر فيها دي بتتعرف ازاي، وانتوا بس في مرحلة يعني في مرحلة الفكرة ان انتوا بتفكروا بس بقبلها فترة كمان. ازاي؟ نفسي افهم مين اللي بيسرب المعلومات ومين اللي مين اللي ما هو معلش، واحد زي ماضو محمد عبد العال ماضو بيطلع يقول لنا حاجات هو انسان محترم وانسان يعني مجتهد جدا، بس بيعرف الحاجات دي منين؟ بيعرف ان الزمالك هيفوق كذا امتى وهيجيب امتى والتعاقد ده هيتم ولا في حد بيسرب له من جوه مجلس اداره نادي الزمالك؟ وغيره وغيره وغيره. يا جدعان مش عايزين، احنا عايزين نتفاجئ، عايزين نتفاجئ ان الزمالك جاب صفقه محترمه يفاجئ بيها الدنيا كلها. مش عايزين انتوا ما حدش بيحب لنا الخير، ما حدش بيحب لنا الخير. ده احنا فكينا القيد، قال لك جبتوا فلوس منين؟ جبنا صفقات، قال لك لا انتوا جبتوا فلوس منين وانتوا مديونين لطوب الارض. يا عم انت مال الواحد يغلط ولا انتوا مالكوا؟ هو حد مد ايده في جيبك ولا في جيبه وخد منه ورحنا جبنا مثلا؟ فاطلب من مجلس اداره نادي الزمالك يعني بلاش يعني السوشيال ميديا تبقى عارفة كل حاجة عن النادي كده. مش عايزين نعرف، احنا عايزين نتفاجئ. عايزين نتفاجئ ان الزمالك خلاص خلص وقع رسمي والاعلان اتصور، بعد كده بقى اقولوا اه خلاص الزمالك جاب. انما انت خلاص الزمالك بيفوق كذا بتبوظ طالما عليها ضجة اعرفوا ان هي هتبوظ. وربنا يصلح لنا الحال الفترة الجاية، وان شاء الله نتمنى نادي الزمالك هنقول ايه السوبر زملكاوي، وكل الدعم لنادي الزمالك الفترة الجاية، وكل جماهير نادي الزمالك العظيمة اللي واقفة ورا ناديها، وإن شاء الله بإذن الله تعالى مزيد من الانتصارات الفترة القادمة. ويا عبد الله يا عبد الله شوف لي شقة جنبك يا عبد الله يا سعيد. سلام.